عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نعمل وصفتنا. معايا كده بطاطستين كبار كده، بشرتهم وغسلتهم وصفيتهم كويس جدا، ومعايا طاسة على النار فيها كده معلقتين من الزيت. اول ما يسخنوا هنزل بنص الكمية وهفردها كده قرص زي ما انتم شايفين، وهرش عليها ملح وفلفل اسود. سهلة وبسيطة. وبعد كده هغطيها وهخليها تاخد لون من تحت، وبعد كده هقلبها الناحية التانية تاخد لون من وش التاني. وبعد كده هحطها في طبق، وبعد كده هحط في الطاسة برضو معلقتين زيت، وهنزل بالكمية التانية وهعمل نفس الموضوع. معايا بقى بيضة واحدة بس هفقاها كده بملح وفلفل اسود، ونزلت بقطعة من الزبدة بس اتحرقت مني، خدوا بالكم من الموضوع ده. وهنزل عليها كده هعمل قرص كده من البيض، وبعد كده حطيت عليه فلفل. واول ما تستوي هنزل عليها بالجبنة الموتزاريلا. اول ما تستوي تاني اكتر هنزل عليها باول قرص انا عملته. يمسكوا ببعض كده، هحطهم في طبق، واحط القرص التاني في الطاسه، وهنزل عليها بقرص البيض والبطاطس اللي عملتها اول مره. معلش يا جماعه انا بصور بايد واحده والله. بصوا هخليهم بقى ياخدوا برضو لون حلو كده تاني. كانت مقرمشه وتحفه، والجبنه سايحه خالص يا جماعه. معلش والله انا بصور بايد واحده، مش عارفه اعمل الوصفه ومش عارفه اصور. بصوا الجبن تحفه مع كابوتشايه كده ولا شويه طماطم، بجد تحفه. وممكن بقى تحطوا مع البيض بسطرمه او بيفي براحتكم. ممكن تعملوها ساده خالص من غير بيض برضو براحتكم خالص يا جماعه. في كل الاحوال بتاعتها حلوه جدا، تنفع فطار، تنفع سحور، تنفع عشاء، تنفع في اي وقت. زي ما انتم شايفين كده. يا رب الوصفه